انا اسمي نورهان جمال، سانيور اودي. ليه جيت الكورس؟ الموضوع بدأ معايا بكذا سؤال من خلال تجارب عشتها كتير. الكذا سؤال دول، اول حاجه ازاي نقدر نتحكم في انفعالاتنا، وكمان نقدر نشوف افكارنا او قراراتنا دلوقتي اللي احنا بناخدها هل هي دلوقتي مبنيه على المواقف اللي احنا بنتعرض لها ولا على تجارب سابقه. والحقيقه ان كان الريكومنديشن لكورس ايموشن انتليجنس، فعشان كده انا جيت الكورس. من الحاجات مهمه جدا ان انا استفدتها في الكورس هي ازاي ان انا اقدر اعمل فاليديشن للافكار بتاعتي واشوف هي ازاي بتاثر على انفعالاتي وقراراتي. والحقيقه ان ده احنا كمان استفدناه في الكورس من خلال المشاركات والتطبيقات اللي احنا كنا بنعملها في الكورس بشكل عملي. فكنا بنشوف حده الشعور لما كانت بتختلف قبل التطبيق وبعد التطبيق كمان. الحقيقه ان طريقه عرض دكتور محمد كانت منظمه جدا وستراكشر. المحتوى كان نفسه مبني على بعضه، فكان دايما انت بتاخد نقطه من النقطه اللي قبلها، فكان المحتوى بشكل منظم جدا. غير ان دكتور محمد عنده اسلوب هايل في التواصل مع الافراد اللي بتحضر الكورس. كل واحد كان بيتعامل معاه باللغه اللي تناسبه والطريقه كمان اللي تناسبه. الكورس ده يكون مرشح لاكتر الناس اللي هي بتتعامل مع الهيومن، سواء كانوا اتش او مثلا رواد اعمال او الناس بتوع السيلز. الكورس ده هيساعدهم جدا في التواصل مع الناس. طريقه تنظيم البرو اكتيف للكورس كانت كويسه جدا. الناس هنا هيلبفول وسبورتر جدا من اول داي لحد اخر يوم، بكل التفاصيل بتاعتها. هم حقيقي كانوا مهتمين بيها، وانا حقيقي عايزه اشكر التيم كله على الكورس.